بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح نبدا معاكم سلسلة حلويات العيد صابلي بشكل راقي وحشو مقرمش والبنة من اروع ما يكون. نروحوا نبداو في المقادير. عندنا 250 غرام مارغرين، عندنا صفار 2 حبات بيض وحبة كاملة، قرصة ملح لافاني، عندنا فرينة حسب الحاجة، وعندنا كيس فلان ذوق فاني ولا ذوق بنان. انا هنا حطيت ذوق البنان في الغيسيبيو. هنا حطيت رشه تاع الملح وضفت عليها 250 غرام تاع المارغرين، وضفت عليها كيس الفلان بنان، وحطيت مغرف تاع لافاني وزوج صفار تاع البيض وحبه بيض كامله. رايحه نضربهم كامل بالخلاط حتى يولي عندنا هذا الخليط كريمي. رايحه نضيف عليه كاس تاع المايزينا. حنخلط كامل المكونات مع بعضاهم. رايحه نعاود لكم المقادير. عندنا 250 غرام زبده او مارغرين تكون طريه، باكي فلون ذوق فاني او ذوق بنان، عندنا بيضه وزوج صفار بيض، كوب نشا، رشه ملح، ملعقه فانيليا، ملعقه صغيره خميره كيميائيه، فرينه حسب الحاجه. وانا بعد ما ضفت الكاس الاول تاع الفرينه مع الخميره راح نضيف الكاس الثاني، والكاس الثالث هذا دات لي منه 4 كاس. وهنا كل وحده على حسب الفرينه، كاين الفرينه تشرب وكاين الفرينه ممكن تديلك اقل ممكن تديلك اكثر. المهم العجينه تاعك تكون طريه. انا هنا رايحه نحل نصف العجين بين ورقتين طهي، رايحه نحلهم بالحلال. وهنا اي طابع تحبي استعمليه. انا هنا راح نستعمل طابع اوفال بهذا الشكل. راح نقطعهم وراح ندخلهم على درجه حراره. وهنا كامل تعرفوا طريقه الطياب تاع الصابلي انه ما يطولش في الفور، راح ياخذ معنا ربع ساعه. هذه المقادير انا خرجت لي 24 حبه. هنا بعد ما طاب خلوه يبرد ونروحوا نوجدوا هنايا الحشو. هنايا استعملت في الحشو قفريط بذوق شوكولا، وعندي شوكولا تارتيني رايحه نلم به. هنا القفريط انا مش راح نرحيه في الربو، راح نفرتو بيدي باه يجون قطع يعودوا باينين، ما يعودش مرحي كامل ماهوش باين. وهنا راح نضيف له شوكولا تارتيني راح نلم بها هذا الحشو. حندير شوكولا هنايا دات معايا 3 مغارف حتى تولي عندنا عجينه. هنا راح نجيبها راح نبسطها فوق ورق الزبده بهذا الشكل. راح نحلوها بيدينا ولا بالحلال، وراح ندخلوها للفريجيدان واحد 2 دقائق 3 دقائق ونخرجوها تماسك معنا الحشو، مش نحوسوا على الحشو حنايا يجمد معنا. ورايحين نطبعوها بنفس الطابع اللي طبعنا به الكاطو الشكل اوفال، ورايحين نلصقوهم بهذا الشكل. بعد ما لصقوهم راح نديرهم في الكونجيلاتور يبردوا. هنا بعد ما كملتهم ورايحه نطليهم بالشوكولا. عندي هنايا 500 غرام شوكولا بذوق الحليب. بعد ما نذوبوها نضيفوا لها 2 مغارف تاع الزيت. وهنا راح نقلاسي حبه الكاطو بالشوكولا بهذا الشكل كيما كامل نعرفوا الكلاساج، ورايحين نخليهم ينشفوا. هنايا هذا التزيين اختياري، كل واحد كيف يحب يزينهم. انا كان عندي هذا الشكل نصف دائره، ضفت فيه الشوكولا المره الاولى ودرته ينشف، وبعد ما نشفت عاودت لها كوش ثاني راح نزين بها من فوق. انا هنا كنت درت خطوط شوكولا كما تحبوا تكتفوا بهذا التزيين. انا عندي الجلوكوز ضفت له المكسرات اللي راح نزين بها، وزينتها بهذا الشكل. كما دائما نقول لكم التزيين يبقى اختياري، كل واحده والمقدور تاعها. ان شاء الله تجربوه للعيد. هذا شكل صابلي شكل راقي وبنته هايله والحشو مقرمش. اللي راح يذوقوا عندك راح يقولك اعطينا الوصفه نتاعو. هنا راح نشوفوه في صحن التقديم. هنا وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله تعجبكم وصفه تاع اليوم. اذا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش بالجميع البنات. هنا وصلت لنهايه الفيديو. راح نقسم معكم حبه تشوفوها كيفاه جات خفيفه، جاي يذوب في الفم هايل. ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى الملتقى مع فيديو جديد.